السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. النهاردة بقى هنعمل سندوتشات كبدة جبارة، كبدة المحل اللي الكل بيبقى عايز يعرف هو ايه السر اللي فيها وايه الطعامة بتاعتها والريحة المميزة. إن شاء الله حبايب قلبي النهاردة هنعملها بالمقادير كلها قدامنا، وهنقول كل حاجة إن شاء الله وإحنا شغالين مع بعض. أول حاجة حبايب قلبي، الكبدة أي نوع، بلدي أو مستوردة أو برازيلي أو أي نوع حضرتك بتحبيه، ما بتتغسلش. ليه يا أم مكة؟ لأن معظمها دي بتبقى عبارة عن كتل، بتبقى دم، معظمها بيبقى دم، ما فيهاش أنسجة، وما ينفعش إن إحنا نحط عليها مية. لو حطينا طبعا مية كلنا عارفين هتبقى زفرة، فما ينفعش حبايب قلبي ان احنا نحط عليها ميه خالص. يبقى الكبده اول حاجه حبايب قلبي ما بتتغسلش، كل اللي بنعمله بنحط مصفى وبنحطها شويه تنزل كل السوائل اللي فيها، الدم اللي فيها. وبعد كده هنقول كل حاجه واحنا شغالين وازاي بتطلع، هنغسلها بايه وهنعمل فيها ايه. يلا نشوف مع بعض. جبنا حبايب قلبي اول حاجه بوله، حطيت فيها معلقه توم، معلقه فلفل اخضر، معلقه كمون كبيره مع نص معلقه شطه. ودي حبايب قلبي نص معلقة 7 بهارات علشان بتديها طعم حلو جدا، وبيبقى بهارات مشكلة وبتمنع زفارة أي حاجة. دي بقى عبارة عن تتبيلة هنعملها للكبدة البانيه، وفي نفس الوقت بتبقى بنغسلها منها فيها، وبتبقى تتبيلة في نفس الوقت. وحطينا 3 معالق خل، ولازم يكون خل حبايب قلبي مركز ويكون نوعيته وجودته كويسة. وحطينا 3 معالق ليمون، دي هي هتتغسل وهتتبل في نفس الوقت يا حبايب قلبي. الكبدة ما بنجيبش عليها مية خالص، ونقلب التتبيلة الجميلة دي ونحط فيها. دي كبدة شرائح نص كيلو، فقلت اعملها لكم اللي هي البانيه، وقلت اعملها لكم اللي هي التانية الصغيرة المكعبات او العصافيري، بس النهاردة كان الراجل مقطعها لي شرايح رفيعة شاورما. وهوريكم ان شاء الله التفاصيل عشان لو حضرتك عندك دي او دي وحابة تعمليها. سبتها بقى في التتبيلة اقل حاجة حبايب قلبي ساعة. وهنا كنت اعمل لكم الكبدة الشرائح. اول حاجة حطيت حبة زيت، ودي حبايب قلبي معلقة صغيرة جدا اللي هي مبشورة، اللي هي ممكة، بتديها طعم مميز جدا. الكبدة اللي معايا دي برازيلي اللي هي مستوردة، فهنطعمها ونخليها بقى نقلبها كده وتبقى ريحتها وطعمها زي البلدي. هنحط حتة ليا، ما عندكيش ما فيش اي مشكلة، حطي حبة الزيت 3 او 4 معالق كبار وبس. هي مجرد ان بتديها تطعيمة حلوة، وريحتها مش هتبان ولا اي حاجة، بتبقى عسل عسل. واول ما الكبده حبايب قلبي هو كان مقطعها لي شرايح رفيعه، عايزه تقطعيها مكعبات اللي هي بنسميها العصافيري، ما فيش اي مشكله، تاخد لون كده، اللون الذهبي ده. هنشوف ان شاء الله هنعمل ايه. احلى تتبيله واحلى كبده، وريحتها بص بتبقى قلب المكان. حطينا معلقه صغيرة 7 بهارات ومعلقة كمون، ونشوح بقى عشان الروايح تبدأ تظهر معانا. وإن شاء الله تعمليها وهتعجبك، وأحلى وأطعم كبدة إن شاء الله في السندوتشات. على طول بعملها وبتبقى مميزة. وحطيت نص معلقة شطة عشان أنا مش بحبها سبايسي قوي، عشان معايا أطفال صغيرة. فإن شاء الله لو حبيتيها سبايسي عن كده ممكن تحطي معلقة كاملة. وهنا بقى كنا بنوسع، كنت مقطعة حوالي 6 فلفل رومي، ده نص كيلو، قطعت 6 فلفل رومي. هي الكبدة حبايب قلبي أساسها الثوم والفلفل الأخضر. أي كبدة اسكندراني، كبدة عندنا يعني بيعملوها في المحلات، هي أساسها حاجتين اتنين، أساسها الثوم والفلفل الأخضر. ما ينفعش حبايب قلبي نحط عليها بصل، لا. احنا جربنا الكلام ده كله، ودي أحلى وأطعم كبدة إن شاء الله تاكليها. وأول ما يدبل كده الفلفل الرومي حوالي 6 قطعتهم مكعبات، حطيت شوحتهم، وحطيت بقى 3 معالق خل زي ما قلنا، علشان دي بتبقى في نفس الوقت تتبيلة بتاعتها، وبتبقى ما بنغسلهاش، فكل دي بنحطها عشان تمنع اي زفرة فيها. و3 معالق بردك ليمون. ونقلب بقى الكلام الجميل ده. ووسعت شوية كده، وحطينا بردك معلقة توم. عندك ممكن تحطي معلقة ونص، ما فيش مشكلة، بس هي كانت حتة يعني حوالي معلقة كبيرة، فقسمتها على النوعين الكبدة هي اللي كانت متاحة عندي. وتقلبي بقى
وتشم الروايح بقى وحاجة يا بنات إن شاء الله، إن شاء الله تعجبك حاجة بقى في منتهى الجمال. أحلى كبدة تعمليها وفي السندوتشات وسريعة وما بتاخدش وقت. وبقى إن شاء الله بعد يوم دراسي بقى ولادنا بقى جايين تعبانين بقى من الدروس، فهم بيحبوا طبعا الكبدة، وكلنا عارفين مغذية قد إيه. وهنا بقى حبايب قلبي جبت حبة دبس رمان، دي بقى مني إضافة مني، مش عايزة تحطيها مفيش أي مشكلة، بس بيبقى مزز زي ما قلت لكم، وغير فوائده بيدي تطعيمة حلوة جدا جدا للكبدة. والكبدة طبعا ما بتقعدش كتير على النار، مجرد ان السوائل الكبدة تشربها اللي هي بتاع الفلفل، يعني حوالي 10 دقايق بالكتير وبنشيلها. يعني الكبدة حبايب قلبي ما بتقعدش، عشان كل لما بتقعد بتشد معانا، فما ينفعش نقعدها على النار كتير. هنا بقى كنت سبت الكبده حوالي ساعه الا ربع. وهنا بقى كان عندي حبه بقسماط انا عاملاه في البيت وبحفظه في علبه في التلاجة، وحطيت معلقتين نشا. عندك دقيق ممكن تحطي دقيق، بس انا ما كانش متاح عندي فعملتها بالبقسماط. دي احلى كبده انا بعتمدها وبعملها على طول. بس بصراحه انا ما بحبش الكبده بالرده ليه يا ام مكه، علشان حبايب قلبي بيبقى كله كده فيها قش حتى لو هي ناعمه، وولادي ما حبهاش، فانا بتبلها بالبقسماط وبتبقى زي العسل. وما بنحطهاش في بيض ليه، عشان دي قلنا ما فيهاش انسجه ومش هيمسك فيها البيض حبايب قلبي، فهي بنحطها في البقسماط والنشا. والبقسماط دون انا كنت حاطه عليه حبه فلفل اسمر وملح وسبع بهارات ومبهراه وحطاه في التلاجة. واول ما بتشرب كده وبنحطها كويس جدا بنغطيها بنطلعها على طبق. ليه يا ام مكه حضرتك عايزه تعمليها برده ناعمه وتنخليها مفيش اي مشكله، بس انا بقولك على الحاجه اللي بتطلع معايا ناجحه وما شاء الله عليها بتبقى تحفه تحفه. وقعديها في التتبيل على قد ما تقدري، بس الوقت المتاح عندي كان ساعه الا ربع فسبتها ان شاء الله في التتبيله. ولما تاخد البقسماط كويس جدا من كل ناحيه حبايب قلبي، نحط كل واحده بعيده عن التانيه. ليه يا ام مكه؟ علشان الكبده ما تعرقش، عشان زي ما قلنا دي معظمها دم وبيتعرق مع الوقت وهتعمل كومه كده فوق بعض. لا احنا عايزين كل واحده لما نغلفها حبايب قلبي نحطها بعيدة عن التانية، عبارة كده عن مناديل، وهوريكم الشكل دلوقتي. هخلص بقى كل الكمية وهقولك طريقة التسوية الصح للكبدة علشان تطلع معاكي مميزة، وزي بقى محلات الكبدة والمخ والبانيه اللي بيعملوها. وما شاء الله هم طبعا بيقلوها في دقيق، وفي محلات تانية بتعملها في ردة، بس احنا النهاردة نعززها ونعملها بصوا زي ما وريتكم اهو حبايب قلبي، عشان ما نتوهش من بعض كل واحدة بعيدة عن التانية. وفي محلات بتعملها بردة ناعمة او بدقيق، انما بقسماط طبعا احنا عاملينه في البيت بيبقى نضيف. فان شاء الله جربيها وهتعجبك، ولا بيقع ولا اي حاجة. الزيت بقى يبقى سخن حبايب قلبي، وحطيت بقى الكبدة كده، معلش سامحوني ما كانش عندي جلافز فكنت بفردها عشان ما تتنيش مني. واول ما تاخد يعني على طول حبايب قلبي 3 ثواني واقلب الكبده على طول. بصوا اللي هو اللون الذهبي ليه يا ام مكه، عشان كل ما تسيبيها في النار هتشد معاكي. حبايب قلبي الكبده والجمبري ما بيحبوش النار كتير، لا ثواني. يعني احنا مش بصوا اول يعني احنا حطيناها على طول، اول ما تاخد معاكي اللون اللي هو الذهبي الفاتح ده تحسي ان دي يعني ما تمشيش من جنبيها. تاخد اللون الذهبي ده حبايب قلبي نشيلها على طول علشان تطلع معاكي طريه. هما بيدوها تقلبتين في المحلات وبيشيلوها على طول. خدي من ام مكه تجربه سنين واقفه في المطبخ، وان شاء الله تطلع معاكي احلى كبده. بصوا المنظر بيتكلم عن نفسه، حاجه عسل عسل عسل. والتتبيله جميله، ما تحطيش بصل، البصل هيزفرها. وحاجه روعه روعه. قلت بقى الكميه كلها، وزي ما قلنا ثواني 3 ثواني بالكتير جدا وتشيليها من على النار. بصي كانتش مستحمله في ايدي، على طول كده بتستوي بتبقى زي العسل. جبت بقى العيش البلدي وكنت عامله شويه طحينه كده كانوا عندي، وعملت لهم بقى السندوتشات وفرحت ولادي. اتفضلوا معانا حبايب قلبي، واحلى كبده تعمليها وقلت لك على كل اسرارها. احنا جربنا بالبصل وجربنا بالثوم، بس الكبده حبايب قلبي اسكندراني مصر اساسها توم، ما بتتعملش ببصل. تجربه سنين في المطبخ، وان شاء الله تعمليها وعسل عسل. عندك اللي حطيها بتدي طعم وريحه خرافيه، مش عندك مفيش اي مشكله. انا مش بغرمك على حاجه، بس بقولك الحاجه اللي هتطلع معاكي ناجحه. وبألف هنا وشفا حبايب قلبي. لايك ومتابعه وشير واشتراك في القناه، وقولي لحبايبك على مطبخ ام مكه. جبر الخواطر على الله.
وإن شاء الله حبايب قلبي تعملوها وبالهنا والشفا وتفرحوا ولادكم واتفضلوا معانا. وشكرا على أي كومنت حبايب قلبي بتبعتوا وكلامكم الحلو ليا. ربنا يا رب يجعلها سنة سعيدة عليكم، وكل اللي نفسه في حاجة يا رب بحق سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يحققها له. وأشوفكم حبايب قلبي في وصفة جديدة، ودعواتكم ليا باستمرارية القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته.